ليه لازم اختار نفسي وازاي اختارها؟ بصوا كده، اولا هعرفكم عن نفسي وليه غيرت المجال. انا اسمي سارة. طب ليه بقى غيرت المجال؟ لان انا حابة مجال التطوير وبقرأ فيه وبسمع فيديوهات كتيرة، وبالفعل انا بدأت اغير من نفسي شوية، مش هقول كتير. تجربتي الشخصية هشارككم الحاجات اللي انا اكتسبتها بسبب التطوير. طب ليه لازم اختار نفسي؟ اولا مبدئيا كده كلنا محتاجين نغير من نفسنا ونبدأ حياة جديدة وخالية من اي ضغوطات. فضغط الناس اللي حواليك ده اكتر حاجة هيأثر فيك ويديك طاقة سلبية، وهتفضل في الحال ده. لا انت عارف تتخلص من الطاقة دي، ولا انت عارف انك انت تاخد خطوة اختيار نفسك. فتعال اقولك، لو انت فعلا اتخلصت من الطاقة السلبية اللي في حياتك دي وبدأت فعلا تختار نفسك، هتعيش مبسوط وهتكون انت قادر تعمل كل حاجة انت حابب تعملها في حياتك. ولو انت فعلا اتخلصت من اهم حاجة بتعطلك، وهي الناس السلبية اللي دايما محسسينك انك ولا شيء ولا هتقدر تعمل حاجة في حياتك. عايزة اقولك انك انت هتقدر تعمل كل حاجة في حياتك، بس انت عايز بس تبعد عن الناس دي وما تهدرش طاقتك عليهم. طيب اديني مثال كده. بص، لو انت عندك صاحب انت بتحبه قوي، ولكن هو دايما بيديك طاقة سلبيا وبيحسسك بانك انت لا تفقه شيء، وان هو احسن منك وافضل منك. انت مستني ايه منه؟ مستني لما يبوظ ثقتك بنفسك مثلا؟ لا، لازم تفوق لنفسك وتختار راحتك، لانه محدش هيحس بيك ولا هيحبك ولا هيقدرك اكتر من نفسك. انت عارف انت تعبت قد ايه عشان توصل لحاجة انت بتحبها؟ فانك تختار نفسك ده مش غرور، لا، انت حسيت انك في مكان غلط وبعدين بدأت انك انت تعدل المكان اللي انت كنت فيه، لانك انت تستحق انك انت تختار نفسك. ونيجي للجزئية التانية، ازاي اختار نفسي. عشان تختار نفسك لازم تتعلم انك انت ترتب اولوياتك صح، يعني ما تبديش حاجة على حساب الحاجة التانية، وتحط دايما الحاجة المهمة والضرورية في حياتك اعلى الليستة. تمام. يعني مثلا لو انت عندك في يومك النهاردة مذاكرة وفي نفس الوقت في خروجة حلوة كده وهنتجمع انا والصحاب والكلام ده، لازم تكون عارف ان اولوياتك في الوقت ده هو المذاكرة. تمام، لازم تكون عارف ان اولوياتك في الوقت ده هو المذاكرة. يعني اعتذر منهم واقول لهم مثلا اسف انا مش هقدر اخرج معاكم النهاردة، خليها مرة تانية. انت كده هتكون اخترت نفسك وفعلا اخترت اولوياتك صح. تمام. تاني حاجة، اتعلم انك انت تقول لا. في حاجات معينة كده لازم نقول لها لا، زي مثلا انا كسارة ما بحبش حد يقلل مني، لو حد جرب ان هو يقلل مني بصده وقتها، فبقوله لا، اتمنى ما تقوليش كده تاني او تقلل مني تاني، علشان المرة الجاية انا مش هكون قاعدة معاك. ففي نفس الوقت انا بحترم نفسي وبخلي الناس اللي حواليا تحترمني. ليه؟ لان انا منحته ان هو يقلل مني في وسط القعدة او ما بيني وبينه. تمام، انا قلت له لا، ما ينفعش انك انت تقلل مني. تمام. في حاجات برضو كتيرة تاني اهمها انك انت تكون واخد راحتك. لو في مشوار او مكان مش حابب انك انت تطلعه ومثلا ما بتحبش المكان ده، ارفض وقول لهم لا، تعالوا نروح الحتة الفلانية، انا مش مرتاح في الحتة دي. قول لهم لا وقتها. فتعلم انك انت تقول لا علشان تكسب نفسك. تالت حاجة، لازم تكتشف نفسك وتشوف نفسك بتحب ايه وبتكره ايه، وتخلي دايما في يومك والمهارات الخاصة بيك. يعني انت مثلا بتحب الرياضة او الكتابة او القراءة او الرسم او اي مهارة انت بتحبها، خليها عادة دايما في يومك، علشان انت بعد فترة هتتمكن من الحاجة دي. رابع حاجة، اهتم بنفسك وشكلك وصحتك وكمان طريقة لبسك، وخليك كده مرتب في نفسك، انك انت لما تكون مرتب ومهتم بنفسك ده بيخليك واثق جدا من نفسك. وبس كده، اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش انكم انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. باي.